يقول هل لعبة الكلاش فيها إشكال؟ لعبة الكلاش عبارة عن لعبة تلعب في الموبايل، هذه سماحة السيد لا يرخص بها لعبا وبيعا. ترى واحد يلعب فيها لعب، ترى بها ترى يلعب ويبيعها. هذه اللعبة سماحة السيد لا يرخص في الاثنين، لعبا وبيعا كذلك. طبعا حسب ما انتشر على النت انه هذا كان ينطق باسم السيد السيستاني او الشيخ السيستاني، ويحرم لعبة حديثة. هنا من اجى حرم هو السيستاني منه رب الكون لو نبي المرسل، هو شيخ عادي يقرأ كتب حال حال الآخرين ويفتي. المفروض إذا يفتي فتوى التحريم على شيء حديث، أنا طبعا مو مع الألعاب ولا أعرفها أصلا اللعبة، لكن بدي أحكي عن الموضوع. بيفتي عن شيء حديث، أولا لازم يقول أسباب الإفتاء، ليش حرمت هذا الشيء. اثنين لازم يذكر مصادره، شنو المصادر اللي دعته أنه يحرم هذا الشيء. ثلاثة لازم يربط بين مصادره وبين أسباب التحريم، يعني المصدر الفلاني بالفترة الفلانية بزمن الرسول صارت حادثة كذا وعلى ضوءها حرمت هذا الشيء لأن هذا الشيء يشبه هذا الشيء واكو كذا كذا كذا، يعني ينطي تفاصيل. الناس اللي قدامكم أخواني مو فقط متلقين، هذه إحدى مزايا التقليد. التقليد شو يقول المرجع خلاص هذه امشي وراه، مرجع يقول حلال خلاص حلال، الآخر مرجع يقول حرام جماعة يحرمون، وعلى هالشغلة هذه ألغوا عقول الناس. ثاني شيء هم يطلبون من الناس اللي أقل من عندهم من ناحية الدين أن ينطون مصادر. يلا أنتم وين مصادركم؟ يلا أنتم مراجع الشيعة وين مصادركم من تحشون؟ أشو جد تحللون وتحرمون بكيفكم، والناس بتمشي على كلامكم بدون علم وبدون فهم.